لكنه أيضا يلبي حاجة إنسانية وفطرية فيه، وهي حاجة جنسية. هذا أمر طبيعي، ولكن أمر أن هذا الزواج يكون سكنا حينما تتوفر فيه أمور، ويحقق القدسية حينما تتوفر أمور، حينما يبني الإنسان على أصل معين، وهو أنه كل طرف من الطرفين الذي يجمعهم هذا العقد ليس يجمعون صفات الكمال الكاملة، بل يشعر كل واحد عنده نقص. فحينما يرى خطأ من الطرف الآخر لا بد أن يعرف أن المخطئ هذا ليس معصوما، إنما يجد الخطأ، لكن الخطأ يتعالج بأسلوب حواري، بأسلوب تفاهم. ولذا الإسلام أمر الزوج أن يحترم زوجته، والزوجة أن تحترم زوجها، حتى يتأسس على المودة والمحبة والأخلاق والتعامل بأصل العاطفة والمودة. ما قال جعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل وجعل بينكم تفكر وتعقل وهكذا، لا، المودة والرحمة هي التي تحافظ على البيت. الرحمة، التنازل، العفو هو أساس في بقاء وحدة البيت وقداسته. وإذا سادت المحبة والرحمة حتى عقد نفسية للأولاد وغيره ما تحصل نهائيا. هذا أساس الزواج، لأن الزواج مودة ورحمة، وحذر من